تخيل لو رجعنا بالزمن 60,000 سنة ورا وبصينا على كوكب الأرض من برا، المشهد مش هيكون فاضي وموحش زي ما انت فاكر. الكوكب وقتها كان زحمة قوي، كان في على الأقل 5 ل6 أنواع مختلفة من البشر الحقيقيين عايشين في نفس اللحظة. بشر أذكياء بيصطادوا بيفكروا وليهم أدواتهم وثقافتهم. النياندرتال في أوروبا، الدونيسوفانز في سيبيريا، إنسان فلوريس القزم في إندونيسيا، وإنسان لوزون في الفلبين، وطبعاً السيبينز في أفريقيا. وفجأة بمقاييس الزمن الجيولوجي الكوكب ده بدأ يفضى تماماً، وما بقاش فيه أي نسخة بشرية تانية غير نحن وبس. إحنا حرفياً واقفين قدام أكبر وأعقد لغز في تاريخ الكوكب، وبندور على الجاني مين وإيه اللي تسبب في اختفاء 5 أنواع تانية وخلاهم يختفوا من الوجود. هل إحنا اللي دخلنا معاهم في صراعات عنيفة وقضينا عليهم في أول مواجهة دموية كبرى في التاريخ؟ ولا هم ماتوا من الجوع وإحنا اللي سرقنا أكلهم ومواردهم بذكائنا وقدرتنا على التكيف؟ ولا الصدمة الأكبر إنهم ما انقرضوش بالكامل أصلاً، وجزء من جيناتهم ودمهم لسه عايش جوه جسمك وانت بتسمعني دلوقتي؟ النهاردة هنفتح ملف المواجهة الأخيرة، هنكشف الأدلة الجينية وتحليلات ال DNA وأبحاث الجينات اللي فجروا بيها العلماء مفاجآت صدمت العالم. الحكاية بتبدأ من عشرات آلاف السنين. السيبينز قرروا يخرجوا بأعداد كبيرة برا أفريقيا، بس المرة دي هم مش نفس الكائنات البدائية اللي خرجت زمان. المرة دي خرجوا بذكاء وقدرة مذهلة على التكيف، وبمجرد ما خطت رجليهم برا القارة دخلوا مباشرة في مناطق وعوالم السلالات التانية اللي كانت مستقرة ومسيطرة بقالها مئات آلاف السنين. اتقابل السيبينز لأول مرة وجها لوجه مع إنسان النياندرتال. لو عملنا مقارنة سريعة بين السيبينز والنياندرتال في اللحظة دي وعلى الورق بس، السيبينز موقفهم صعب جدا. النياندرتال ده كان حرفيا مبني زي الدبابة، عظام عريضة وقوية، عضلات ضخمة تخليه يقدر يتحمل قسوة الطبيعة ويصارع وحوش العصر الجليدي، وجسم قصير ومليان متفصل جينيا عشان يحبس الحرارة ويستحمل فريزر أوروبا في وقتها. مش بس كده، الصدمة الأكبر والحقيقية اللي بتلخبط العقل إنه حجم دماغ النياندرتال في المتوسط كان أكبر من حجم دماغنا إحنا سيبينز. يعني بمقاييس القوة الجسدية والسعة الدماغية، النياندرتال كان كائن متطور وجبار ومسيطر على بيئته. وفي نفس الوقت اللي كان بيحصل فيه الصدام ده في الغرب، كانت مجموعات تانية من السيبينز بتتحرك ناحية الشرق، وتحديداً في آسيا وسيبيريا. وهناك اصطدموا بسلالة الدونيسوفانز، ملوك الجبال المرتفعة والبرد القارس اللي كانوا بيمتلكوا بنية جسدية قوية وجينات مذهلة ساعدتهم على التكيف مع نقص الأكسجين. المشهد على كوكب الأرض وقتها كان مرعب ومثير جدا. بشر ملامحهم ناعمة، أجسادهم أضعف، وجايين من حر أفريقيا، وفجأة بيقتحموا قارات تانية وبيصطدموا بجبابرة متفصلين جينيا للقتال والبرد، أدمغتهم ضخمة. المنطق الطبيعي كان بيقول إنه السيبينز داخلين على رحلة شبه مستحيلة، وإنه المحكوم عليه بالاختفاء هو إحنا. بس الواقع صدم الكوكب كله، وحصل العكس تماماً. السيبينز هم اللي عاشوا، والعملاق صاحب الدماغ الأكبر اختفى كنوع مستقل. هنا هتقولي طب إزاي ده حصل؟ العلم والعلماء بيفسروا لغز الاختفاء الكبير ده ب3 سيناريوهات أساسية. السيناريو الأول الصراع المباشر The Replacement Theory. الفرضية دي بتقول إنه السيبينز لما خرجوا برا أفريقيا دخلوا في مواجهات وصراعات عنيفة ضد النياندرتال والدونيسوفانز على المناطق والنفوذ لحد ما قضينا عليهم تماماً. والعلماء لقوا فعلاً في بعض الكهوف حفريات لعظام النياندرتال فيها آثار جروح وكسور واضحة برماح وأسلحة السيبينز الحادة. بس هل ده كافي يفسر اختفاء سلالات كاملة؟ أغلب العلماء قالوا لأ، دي مجرد صراعات محلية وقبائل بتهاجم بعضها، بس في سبب تاني أعمق بكتير. السيناريو الثاني المنافسة الشرسة على الموارد The Competition Theory. هنا بقى مفيش دم وسلاح،
في ذكاء وتخطيط اجتماعي. السيبينز لما دخلوا أوروبا وآسيا كانوا صيادين أمهر برماحهم المبتكرة ومنظمين في مجموعات مرنة أكثر بكتير. كانوا بيستغلوا الموارد والحيوانات بسرعة وبيعملوا ملابس دافية تخليهم يتحركوا في البرد أسرع. النياندرتال لقى نفسه فجأة بيواجه صعوبة في مواجهة السيبينز، والأكل بيقل من قدامه يوم ورا يوم بسبب تفوق السيبينز في السيطرة على الأرض واستغلال البيئة. هم ما حصروهمش بالسلاح وبس، حصروهم بحرمانهم من الموارد، ومع الوقت قلت أعدادهم بالتدريج وببطء شديد لحد ما اختفوا. السيناريو الثالث ال DNA والاندماج الجيني The Interbreeding Theory، وده بقى السيناريو العبقري اللي فجر قنبلة في العالم كله وأخذ بسببه العالم السويدي سفانتي بيبو جائزة نوبل في الطب سنة 2022. العالم ده قدر يعمل معجزة واخترع علم جديد تماما ما كانش ليه وجود قبل كده، اسمه علم الجينوم القديم Paleogenomics. لما نجح يستخرج حمض نووي اللي هو ال DNA من عظام نياندرتال ودونيسوفانز ماتوا من عشرات آلاف السنين. والصدمة كانت لما لقوا إنه الأنواع دي ما اختفتش بدون أثر، دول حصل بيننا وبينهم اختلاط جيني وتزاوج. أثبتت التحاليل إنه أي إنسان عايش النهاردة من أصول بره قارة أفريقيا جواه في دمه جيناته من 1 ل 2% من ال DNA بتاع نياندرتال. مش بس كده، جينات الدونيسوفانز لسه أثرها عايش لحد النهاردة في سكان جبال التبت اللي موجودة في قارة آسيا، وتحديداً جنوب غرب الصين، وبيسموها سقف العالم لأنها من أعلى المناطق على كوكب الأرض. الارتفاع الشاهق ده بيخلي نسبة الأكسجين في الجو هناك قليلة جداً وصعب على أي إنسان يتحملها، بس الجينات دي بقى هي السر اللي بيساعدهم يستحملوا ويعيشوا في المرتفعات المرعبة دي. وده معناه إنه الدونيسوفانز ما انقرضوش تماماً. وهنا بقى بنوصل لتناقض غريب جداً، لما الأنواع دي كانت متطورة كده ولدرجة إنه جيناتهم بتدي سوبر باورز للبشر لحد النهاردة، وتحديداً النياندرتال اللي كان أقوى وأضخم وحجم دماغه أكبر، إزاي السيبينز هم اللي عرفوا في النهاية يحاصروهم ويفرضوا جيناتهم وينفردوا بالكوكب؟ إيه هو السلاح السري اللي كان معاهم وما كانش مع أي نسخة بشرية تانية على الأرض؟ السلاح ده ما كانش سيف ولا رمح أقوى ولا حتى عضلات أضخم، ده كان حاجة جوه عقولهم العلماء بيسموها Cognitive and Behavioral Evolution، التطور المعرفي والسلوكي. طفرة مذهلة غيرت مخ السيبينز وادتهم ميزة فريدة من نوعها على الكوكب، القدرة الفائقة على التفكير التجريدي والتخيل. لما الأنواع التانية كانت بتعتمد على لغة ممتازة لنقل الواقع المباشر، السيبينز طوروا لغة مرنة ومعقدة جدا، بقوا يقدروا يقعدوا حوالين النار بالليل ويخلقوا رموز وأساطير وثقافات مشتركة تجمعهم. وتخيل إنه القدرة دي بالذات هي اللي حسمت معركة البقاء. النياندرتال تنظيمهم الاجتماعي كان قائم على المجموعات الصغيرة والمعرفة الشخصية. الجماعة في الغالب ما تزيدش عن عشرات الأفراد، لأنه الثقة بينهم محتاجة معرفة مباشرة، وعشان كده لو مجموعتين اتقابلوا في الغابة اللقاء دائما بيكون فيه حذر وتنافس شديد. بس السيبينز بفضل الفكرة المشتركة بقوا يقدروا ينظموا شبكات ضخمة من بشر عمرهم ما شافوا بعض قبل كده أصلاً. مئات الأفراد بقوا يثقوا في بعض، يتجمعوا ويصطادوا سوا لمجرد إنهم بيؤمنوا بنفس الرمز أو الثقافة. فبقت المواجهة في النهاية عاملة كده، مجموعة نياندرتال قوية وجبارة بس معزولة قصاد تحالفات مرنة ومنظمة من السيبينز بيتحركوا بتنسيق وتواصل معقد. العضلات الفردية قدام التنظيم والعدد دايما بتخسر، وبفضل السلاح السري ده السيبينز ما بقوش مجرد نوع عايش في الغابة، دول تحولوا لأسياد الكوكب وانتشروا في القارات بالتدريج. تخيل إن كل السلالات دي اللي الطبيعة اشتغلت عليها لمئات آلاف السنين عشان تطلع نسخ بشرية مختلفة اختفت كأنواع مستقلة، ومفضلش واقف في أرض المسرح دي غير فرع واحد بس، السيبينز، أنا وإنت. النهاردة إحنا مش مجرد نسخة ناجحة،
إحنا بقينا النسخة الوحيدة الباقية. القوة الخارقة اللي كانت عندنا في التعاون وبناء المجتمعات هي اللي خلتنا نبني حضارات ونطلع الفضاء ونتحكم في مصير الكوكب كله. بس القوة دي بتيجي معاها مسؤولية كبيرة قوي. يا ترى احنا هنتعلم من التاريخ ونحافظ على الفرع البشري الأخير ده، ولا طبيعتنا التنافسية والعدوانية ممكن تخلينا نقضي على نفسنا في النهاية؟ أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.